السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو أديب بعد فوز النادي الأهلي على الاتحاد السكندري، ويفتح النار على لاعبي الزمالك ويسخر من بيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية يا ريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف لمحمود كهربا ليقترب الأهلي من انتزاع صدارة الدوري من بيراميدز، فقد انهار الإعلامي عمرو أديب وقال: بعد هذه المباراة في حاجة غلط يا جماعة. من ساعة ما شجعت كورة دايما النادي الأهلي بيفرح جمهوره في الأعياد، والزمالك لازم يعكنن على اللي جابونا واللي خلفونا في العيد برضه. ما نبقاش احنا زملكاوية لو الزمالك معكننش علينا. الأهلي النهاردة بيفوز على الاتحاد وبيقول لبيراميدز: أنا جاي لك يا بيراميدز، ما تحلميش كتير بالدوري، كان غيرك أشطر. واسألوني أنا كزملكاوي، الأهلي بيعمل ايه في النهاية؟ الأهلي بيجي في الآخر يا جماعة بيبقى عامل زي القطر السريع، بيدوس أي حد في وشه، ما بيرحمش أي حد. والزمالك مطلع بيان بعد ما اتغلب من المصري البورسعيدي: جاتكوا 60 خيبة، بيقولوا مش هنلعب ماتش الأهلي غير لما الأهلي يلعب مؤجلاته ويلعب الماتشين بتوع بيراميدز. جاتكوا وكسة، تاخدكم انتم مش مكسوفين على دمكم؟ يعني بعد ما اتهزمتم من المصري في العيد حرام عليكم جايين تتحجج عشان خايف من الأهلي وتقولوا احنا مش هنلعب؟ دايما فاتحيننا بره وجوه. مره الاتوبيس ما جاش، اللي هو طبعا بتاع مرتضى منصور، ودلوقتي عايزين تنسحبوا عشان الاهلي فايق وانتم عارفين انكم هتخسروا قدام الاهلي. بلاش شغل العيال الصغيره ده. يا حسين يا لبيب، انت واحمد سليمان ما تعملوش زي مرتضى منصور. الظاهر كلكم فئة واحدة، واللي بيقعد على كرسي الزمالك كله بيبقى جهجهوني وهمجي. وبصراحة كده الاهلي لو قابل الزمالك بمستوى الزمالك اللي احنا شايفينه، والله الاهلي هيفرمهم. وانا بقول لكم من دلوقتي هيجيبونا الارض. امبارح انا شفت العجب العجاب في ماتش الاهلي، في ماتش الزمالك والمصري. والله انا كنت في السعودية وتركي آل الشيخ قال بقى يتريق عليا وكلهم كانوا بيتريقوا علينا. كنت في نص هدومي بسبب الزمالك. المدرب بيضرب الحكم الرابع، وعبد الله السعيد وزيزو بيزعقوا للحكم وعايزين يضربوه، وعبد الله السعيد بيشوح وكان عايز يضرب المدرب وهو بيتغير، وعواد بيضرب عبد المجيد. ايه الفرقة ديت يا جماعة؟ انا ما عمري ما شفت كده في العالم كله بصراحة. كده تركي آل الشيخ مجهز مفاجأة قوية جدا للأهلوية، وبيعمل تنسيق مع إدارة النادي الأهلي دلوقتي، بيستفاد من شهرة الأهلي واللعيبة بتاعته، وفي المقابل هيجيب ليهم 2 لعيبة بيلعبوا في الدوري السعودي، بس 2 على مستوى عالي جدا. مش هنقول على أسمائهم، بس هيكونوا مفاجأة قوية للنادي الأهلي وجمهوره.